من أشهى وأفخم وصفات اللي ما بتتقاوم فتة الرز مع الدجاج. رح نعملها مع بعض. ما تنسوا تفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو لرفقاتكم. لوصفتنا بالبداية رح نسلق الدجاج. عندي هون فخاد. في عالم تعمل دجاج كاملة أو صدر، أنا رح أعمله بالفخاد. بالبداية لوصفتنا رح نحمص الدجاج. بعد ما تتحمص عنا من جهتين رح نغمرها بالمي السخنة. قبل ما نغمرها رح نضيف المطيبات. عنا هون ورق غار، بصلة، قرفة، قرنفل، لومي. نحمصهم شوي مع المطيبات ونغمرها بالمي السخنة. هلأ لنقع الرز بحتاج لكوب ونص من الرز حبة طويل. نحط لها شوية ملح وننقعها بالمي السخنة، نتركها لمدة نص ساعة. هلأ الدجاج بلش طالع عندي الرغوة أو الريم. هلأ منشيلهم، ما منملحها. رح نقلي الخبز مقطعته بهالشكل. عندي الزيت حامي مسبقا. هلأ بنقليه ونحطه على الجنب. فيكن تحمصوه بالفرن تطلع صحي أكتر، بس أنا مستعجلة على الطبخة. لطبخة الرز بحتاج لملعقة ونص من السمنة، شوية زيت زيتون. هلأ منضيف الرز المنقوع المغسول، نحمصهم كتير منيح. منرشها شوية ملح وشوية فلفل أبيض ونغمرها بالمي المرقة. أنا ما رح أعير المي، حسب حاجة الرز عالسبحانية بنشتغل. أحيانا بعير، أغلب الأحيان ما بعير. هلأ للبدوة بحتاج لكيلو من اللبن، لبن الزبادي، توم، عصرة حامض، فلفل أحمر. هلا منضيف الطحين ومنحركه. نسيت أذكر، ضفنا ملح كمان. آخر شي جهزنا البدوة كمان. هلأ رح نطبقهم. عندي هون بالصينية رح نضيف أول شي الخبز المقلي. رح نحط شوية من المية المرقة. هلأ بالطبق الثاني منضيف الرز. هلا منضيف اللحمة اللي فرفطناها. هلا آخر شي منضيف البدوة، منزينها بالبقدونس بالمكسرات. أقوى حركة بوصفتنا. هلا منطش السمنة. هلا منرش شوية سماق، خطوة اختيارية فيكن تستغنوا عنها. بتمنى يكون عجبكن الوصفة. هاد كان وصفتي لليوم. صحتين وعوافية.